ثالث أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأبو بكر أكثر الصحابة التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة ابنته، وقد عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. ولهذا يحمل أن النبي لما جاء لأبي بكر يوم الهجرة وقال عليه الصلاة والسلام أخرج من حولك، قال يا رسول الله إنما هم أهلك، فيقصد أن عائشة قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكنه عليه السلام لم يبني بها، لم يدخل عليها إلا بعد هجرته إلى المدينة، وبنى لها حجرة شرقي مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وفي تلك الحجرة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها بين سحرها ونحرها. وقد عمرت إلى عام 58 للهجرة، وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق، وهي رضي الله عنها أعلم نساء الأمة على الإطلاق. ومن أعظم المواقف التي تعرضت لها ما عرف تاريخيا بحديث الإفك. ما معنى إفك؟ الإفك قلب الحقيقة، جعل الصدق كذبا أو جعل الكذب صدقا، فقلب الأمور يسمى إفك. الله يقول عن قوم لوط والمؤتفكة أهوى. ما معنى إفك؟ معنى قلب. فلأن قوم لوط قلبوا قال الله فجعلنا عاليها سافلها سم مؤتفكة، فكانت عائشة رضي الله عنها مثال الطهر مثال النقاء، ومع ذلك رميت في عرضها، فسمى الله جل وعلا هذا الضرب من القول سماه إفك. قال ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حديث الإفك طويل، لكنني أقف عند بعض ما فيه. الله جل وعلا لما اتهم الصديق يوسف برأه على لسان صبي، على القول إن قول الله جل وعلا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وإن كان وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. المقصود برأ الله يوسف على لسان صبي، وبرأ الله مريم على لسان نبي، وبرأ الله جل وعلا عائشة بآيات نزلت من فوق 7 سماوات تتلى إلى يوم القيامة. الله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما يقوله أهل الإفك فيهم. ومن رمي بها هو صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تأخر عن الجيش قليلا، فلما رآها عرفها، فرزقه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا والله من رحمة الله جل وعلا به، علم أنه لن يسلم وأنه سيصاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أدنى منها راحلته فركبت ثم أخذ يسوق البعير. قالت رضي الله عنها وأرضاها والله ما كلمني كلمة في الطريق كله. فلما رآهما عبد الله بن أبي قال امرأة نبيكم مع رجل والله لا سلمت منه ولا سلم منها. فخاض الناس في الإفك كل بحسبه، شهر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه شيء حتى غلبه الأسى، ثم أنزل الله جل وعلا قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبرأها الله، وكانت ترى أن الله سيبرئها، لكن لم تعتقد يوما أن الأمر سيبلغ أن ينزل في حقها قرآنا رضي الله عنها وأرضاها. وهي بنت أبي بكر وأصغر من أسماء ب10 سنين رضي الله عنها وأرضاها.